Jivora ya giştî, mîna beşekî ji rêzeçalakiyên pêngava tundîya dijînê dibin duruşmeya bi hev re em ji bo bidawîkirina tundiyê civakeke demokratîk û komînal ava bikin de berpirsyariya têkoşîna li dijî tundiya li ser jinê ne tenê berpirsyariya jinê ye, lê belê erkekî sincî û mirovî ye ku dikeve ser milê her mêrekî. Tundî di hemû awayan de wekî fîzîkî, deronî, aborî û devkî nebe gotina hêza mêraniyê ye, lê belê binpêkirina berbiçav a rûmeta mirovan e. Di heman demê de civakên saxlem jî binpê dike. Em bê gotinê ji hemû mêran re dişînin, çi bav, bira, kur û heval be. Parastin û rêzgirtina jinê ne xêrek e, lê bêguman mafekê rewa û xwezayî ye. Bejdarbûna te beramberî tundiyê bi gotinekê, helwestekê û perwerdeyeke bîrdozî dest pê dike. Her wiha nifşekî hişdar û vekirî bi pêş dixe. Em bawer dikin ku mêrê baş ew e ê ku diparêze, ne ziyanê dide, her wiha pavend e, ne zordar e. Bihêzkirina mêran ji bo belavkirina çanda hişyarî û rêzgirtinê em dikarin dawî li vê tundiyê bînin. Mêrê rastexîn ew ê ku jinê diparêze û nirxên wê di dil de ava dike. Dema ku jinek tê şermezarkirin, beşek ji mirovahiya me winda dibe. Her wiha civaka ku li hember van kiryanan bêndeng bimîne wê herdem bi êş û azar be. Dengê xwe li dijî ziyanê bilind bikin, gotinên hovêtiyê ji malên xwe derxînin û deriyekî bi ewle ji bo jinê vekin, da ku bi rûmet û aştî bijîn. Tu jiyan bi jineke nîvîşkestî tekûz nabe, jin jiyan azadî. ضمن سلسلة فعاليات حملة مناهضة العنف ضد المرأة وتحت شعار معا نبني مجتمع ديمقراطي كومينالي لإنهاء العنف. إن مسؤولية مناهضة العنف ضد المرأة ليست مسؤولية النساء وحدهن، بل هي واجب أخلاقي وإنساني يقع في جوهره على الرجال قبل غيرهم. فالعنف بمختلف أشكاله الجسدية والنفسية والاقتصادية واللفظية ليس تعبيرا عن قوة أو رجولة، بل هو انتهاك صريح للكرامة الإنسانية وتجاوز القيم التي تقوم عليها المجتمعات السليمة. نوجه هذا البيان إلى كل رجل، إلى الأب والأخ والزوج والابن والصديق، لتأكيد حقيقة واحدة: إن حماية المرأة واحترامها ليست منة، بل حق أصيل وواجب لا يناقش. إن مشاركتكم في مواجهة العنف تبدأ من كلمة، من موقف من رفض السلوك الخاطئ، ومن تربية واعية تنشأ جيلا يعرف أن الاحترام هو أساس العلاقات الإنسانية، كما تبدأ من مراجعة النفس وإعادة بناء مفهوم الرجولة ليكون قائما على الرحمة والمسؤولية والحكمة، لا على السيطرة أو الإيذاء. نحن نؤمن أن الرجل الصالح هو الذي يحمي لا الذي يؤذي، يرعى لا الذي يعتدي، يصلح لا الذي يكسر. وبتعزيز دور الرجال في نشر ثقافة الوعي والاحترام يمكننا أن نضع حدا لهذا العنف، وأن نبني مجتمعا يعامل المرأة شريكا كاملا في الحياة والقرار. ليس العنف دليلا على قوة، ولا القسوة علامة الرجولة. الرجل الحقيقي من يحمل المرأة في قلبه قبل أن يحملها في بيته، ومن يرفق بها في غضبه قبل رضاه، ومن يدرك أن الكلمة قد تنقذ كما قد تدمر، وأن الصمت أحيانا أعدل من صراخ يهدم الأرواح. إن المرأة التي تهان يسقط معها جزءا من إنسانيتنا جميعا، والمجتمع الذي يسقط على الألم إنما يربي جرحا يكبر في داخله بصمت. فكونوا أنتم السد الذي يوقف هذا الألم، وكونوا القدوة التي يتعلم منها الأبناء معنى الاحترام ومعنى أن تكون إنسانا قبل أن تكون رجلا. ارفعوا أصواتكم ضد كل أذى، انزعوا من بيوتكم كلمات القسوة، وافتحوا للنساء بابا آمنا يعشن فيه بكرامة وطمأنينة. فلا حياة تستقيم بنصف مكسور، ولا مجتمع ينهض إلا حين تتنفس المرأة فيه بلا خوف. اجعلوا من حضوركم حماية، ومن محبتكم قوة، ومن أخلاقكم سلاما يليق بإنسانيتكم. فلنقف جميعا رجالا ضد أي شكل من أشكال العنف، ونلتزم بأن تكون بيوتنا ومجتمعاتنا أكثر أمنا وعدلا لكل امرأة.
المرأة حياة حرة لا حياة بدون المرأة. جيان آزاد